يا مساء الورد عليكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ وحشني حقكم عليا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، وكان نفسي انزل فيديو من اوله لاخره بس للاسف يعني اعذروني وسامحوني. والله انا كنت بقضي اليوم عادي كده مع مامتي، بس يعني لولا ان مرات اخويا يعني فكرتني وقالت لي يا دعاء انت ليه ما صورتيش الفيديو وانت بترصي، لان انا اللي قايمه بالليله، انا اللي عامله البيتزا دي وأنا اللي حاطة الحاجة بإيدي وأنا اللي ضابطاها يعني. فقالت لي: "ليه ما صورتيش ليه الفيديو دوّة ونزّلتيه وكده على القناة؟" ففين وفين رُحت جاية بقى منزّلة الفيديو، اللي هو بقى ابتديت أصوّر بعد ما عملت كل الحاجة. طبعًا الدخلة دي عند ماما كده وإحنا قاعدين، فطبعًا عاملين كل حاجة. ماما كانت بصراحة ماما اللي محضّرة الصلصة بتاعة البيتزا. بس زي ما أنتم شايفين كنا بنقضّي اليوم، فهي قالت لي: "أنا عندي بيتزا وكده، تعالي اتغدي معانا." فأخدت الولاد طبعًا وجريت على طول، فطبعًا قُمت بالليلة كده زي ما أنتم شايفين، وبعدين بقى عملنا إيه، شايفين عُدي برّه بيلعب في الشارع كده، بُصّوا، بُصّوا قاعدين بيلعبوا، مش فاكرة كانوا بيلعبوا إيه طبعًا، بس هيقولوا لكم حطّوا لايك دلوقتي. المهم تعالوا بقى نكمّل بقى البيتزا ديّة بالصدق وبالسجق زي ما بيقولوا وباللحمة المفرومة، تمام؟ على فكرة بسيطة ما فيهاش أي حاجة، خدنا أدهم كده خَد بقى يودّي علشان إحنا هناك الفرن كده في حتّة أرض فاضية كده جنب البيت على طول عندنا، حاطين فيها الفرن وزي ما أنتم شايفين قبل كده، فطبعًا دي بقى خدناها علشان نطيّبها، وأنا هاقف أنا ومرات أخويا وكده هنقعد بقى طبعًا عليها، بس طبعًا إيه يعني ما خدتش وقت زي ما أنتم عارفين من تِلت ساعة، من ربع ساعة لتِلت ساعة ما في النار طبعًا. اللحمة بنبقى معصّجينها تمام يا بنات، الصدوق بيبقى ني يا دوبك. هي دي الأوضة بقى كده طبعًا، فده الجو على فكرة بيبقى جميل أوي، 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 يعني إحساس حلو أوي، زي ما أنتم شايفين كده. بُصّوا هنحطها في الفرن كده وننزل بقى بيها، وأقفل بقى الفرن ونستنى عليها شوية، طبعًا بعد ما الفرن سخن على فكرة، سخّنا الفرن شوية وبعدين حطينا. هنا بقى زي ما أنتم شايفين كده دول بقى الصاجين، كل واحد كان عامل صاج بمزاجه، في اللي باللحمة المفرومة، وفي اللي بالصدوق زي ما باقول لكم، وفي بقى إيه نُص الصدوق كده ونُص الصدوق كده. بُصّوا المنظر، بُصّوا منظر البيتزا حلو أوي، جميل. قُلت لها صوري لي اعملي لي فيديو صورتين كده حلوين عشان أنزّلهم على صورة الغلاف. بس زي ما أنتم شايفين طبعًا بنقلّب من اتجاهات كده، من الاتجاه ده شوية والاتجاه ده شوية طبعًا. كنت عاملة شوية قُرَص فيه حكاية بالقرفة والسُكّر، كنت منزّلاها قبل كده من زمان على القناة، بس يعني ما صوّرتوش برضه لإن أنا قُلت إن أنا نزّلته، فمش عايزاكم تملّوا معايا من نفس الفيديوهات تكرار لأ، فيعني كنت برضه بس كان يوم حلو أوي يعني على فكرة. عملنا برضه شوية القُرَص ما خدوش وقت خالص في الفرن، كانوا جُمال، جُمال جدًا. بُصّي دي كده كانت طابت ودي بقى بعدها، بعد ما خلّصنا بقى البيتزا على فكرة أختي كانت جايبة بقى إيه، جايبة بطاطا، فحطيناها بقى مع نفسها كده تطيب وتاخد وقتها كده بقى. طبعًا هنا أنا باخد بالسكينة وأطلّع كده علشان أشوف الجنب ده كده إيه النظام، الدنيا إيه، لسه فاهمة، لازمًا تاخدي بالِك علشان تعرفي إن العجينة معاكِ إيه، تبقى طابت والّا لسه. زي ما أنتم شايفين بُصّوا أهي حلوة إزاي، كانت جميلة جدًا، جدًا. طبعًا ما كان ناقصها شوية جبنة موتزاريلا، لكن هي كان معاها الجبنة الرومي المبشورة والصدق والفلفل، وكان محطوط عليها الصلصة، كنا عاملين الصلصة في الأساس كده، والزيتون، الزيتون اللي هو المخلي. بس هي كان ناقصها شوية جبنة موتزاريلا، بس بصراحة كان طعمها حلو أوي. طبعًا إحنا بنرضي الأطراف زي ما بنقول لك، نُص زي ما بنقول لكم مش بنقول لك، بيبقى نُصّها كده مثلًا، يعني دي كده في نُص عليه حباش أكتر، وفي نُص هنا عليه جبنة، يعني الناحية دي كده زي ما أنتم شايفين الجبنة الرومي عليها كتير، هنا لأ، عشان في ما بيحبوش وفي بيحبوا كده يعني. بس هو ده كان يومي، بس كان نفسي يعني من البداية للنهاية وأنتم تبقوا معايا، بس إن شاء الله بإذن الله. شجعوني بس بالكومنت الحلو منكم واللايك الجميل، وإن شاء الله بإذن الله أتحمس كده وهتشوفوا إن شاء الله سلسلة من الفيديوهات اللي جاية أحلى. زي ما أنتم شايفين قفلنا النار والبوتاجاز بقى، نروح بقى ناكل وناخد كده الحاجة بتاعتنا ونتكل على الله. باي باي.